السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. فيديو النهاردة عن منتجات اشتريتها من الصيدلية زي ما انتم شايفين كده قدامكم. قبل ما نبدأ، اللي لسه مشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت ويعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكم على طول. اول حاجة جبتها اللي هو المشط ده عجبني قوي. انا بستخدم فرشة وبستخدم مشط عشان المشط بيلملي الشعر الصغير، لكن انا اصلا بسرح بالفرشة. فكان على شكله عاجبني فجبت منه اتنين، كان الواحد 15 جنيه. فحلو قوي ان هو فيه حتة واسعة وحتة ضيقة. حلو قوي ان هو بيلم. ممكن حلو كمان للشعر اللي هو الطويل، بس عايز هو مشكلته حاجة واحدة ان هو خفيف. يعني بصوا هوريكم كده، بصوا كده خفيف يعني. شايفين؟ هو 15 جنيه عامة يعني، فاكيد طبعا يبقى ال الكواليتي بتاعته مش هتبقى حلو قوي يعني. تمام. فهو حلو للشعر اللي هو قصير، للشعر الطويل اللي هو الناعم. لكن الشعر اللي هو المجعد مثلا، او الشعر التقيل اللي هو مجعد برضو مش هيبقى حلو معاه، مش هيستحمل. فلو كان شعرك مثلا قصير ناعم كده هيبقى حلو معاكي. هيبقى حلو كمان للناس اللي هي شعرها كيرلي، هيبقى حلو قوي في الحته الواسعه دي. تاني حاجه جبتها اللي هي الفرشه. طبعا لازم اجيب فرشه لان فرشتي خلاص كده يعني بتبوظ. المشط ده كان 15 جنيه، الفرشه دي اعتقد كانت ب30 جنيه. هي صغيره لان انا شعري اصلا قصيته، فبالنسبه لحجم شعري يعني هي حلوه قوي بالمناسبه. فنفتحها نشوفها مع بعض اهي. على حاجه فيها ان هي صغيره، ممكن تاخديها معاكي في اي حاجه في الشنطه بتاعتك، سواء مسافره او كده. حلوه وزنها يعني لا تقيله ولا خفيفه، وكمان رسوماتها حلوه قوي وشكلها كيوت قوي. بصوا صغنونه قوي، كانت ب30 جنيه. تاني حاجه جبتها تالت حاجه جبتها اللي هو معجون السونسوداين ده. انا اصلا طبيعه سناني صفرا، مش طبيعه سناني بيضه، فانا بستخدم اللي هو ده اللي هو المفروض ان هو بيعمل كل حاجه، عنايه متعدده وكمان تطبيق اسنان. جبت منه اللي هو الحجم الكبير. مش فاكره بكام الصراحه، حتى مش مكتوب عليه بكام، بس مش فاكره الصراحه بكام. بس عامة يعني هو حلو قوي، بينضف الاسنان حلو جدا، بيبيض. معرفش المعلومة دي بيبيض ولا لا، انا زي ما قلت لكم طبيعة سناني بيضة. بعدين جبت اللي هو ده شركة سيمازون. عامة يا جماعة انا استخدمت منها بتاع الشعر اللي هو الليف ان بتاع الشعر، واستخدمت منها اللي هو قولوا معايا الغسول، نوعين غسول. فجبت كمان ده اللي هو ده، عجبني قوي ان هو بتاع الاكني والاكني السكان، وكمان في نفس المكونات اللي هي اللي في الغسول اللي هي تي تري اويل والالوفيرا وكمان النياسيناميد. فانا عجبني جدا. حجمه كان 20 جرام ب195. ما جربتهوش الصراحه، لسه جديد يعني زي ما انتم شايفينه. هجربه واقول لكم كمان رايي فيه بكل صراحه. تالت حاجه او مش عارفه رابع حاجه او خامس حاجه جبتها اللي هو ده اسيليا. شركه اسيليا برضو. ده كان موسترايزنج ب180. هو عبارة عن موسترايزنج جل، فهو كمان حلو اللي هو في السيراميد، وفي كمان البانسينول وفيتامين هي والحاجات كتيرة قوي. بصوا زيت الزيتون، جنين القمح والخروع، كاكاو، زبدة كاكاو، الشيا، طبعا في يوريا، في حاجات كتيرة قوي برضو. هجربها واقول لكم رأيي فيها، لان اي حد بيستخدم ريتينول سواء لعينه او سواء لوشه لازم يكون مرطب معاه. طبعا مرطب فيه مرطبات كتيرة عين بتستخدم بعد تستخدم بعد الريتانول، وبعدين في الوش بتستخدم بعد الريتانول برضو. بعدين انا كنت جايبه ده الصراحه مش فاكره كنت جايباه منين، بس كان عليه خصم وقتها. كنت جايباه بحوالي حاجه و30. فهو سباركل اللي هو الشاور جل.
ما جربتوش الصراحه، لسه هما جداد. بس الريحه اللي عجبتني اكتر اللي هي دي بالتوت والفانيليا، ريحتها حلوه قوي والشجري كده في نفس الوقت. لكن دي تحسيها هاديه قوي وحتة حلوة برضو، بس هي حاساها هادية قوي. فمعرفش دلوقتي بقى بكام، لان انا جايباها من فترة كبيرة ونسيهم الصراحة عندي في المكتب. بعدين كمان جبت اللي هو الالوفيرا، الشعر الشامبو. جبته اللي هو بالصبار وزيت الارجان المغربي، كان بحوالي 70 جنيه اعتقد. ف هتقولوا لي انا جايبه برضو شامبو تاني، بس انا هقول لكم ليه انا جايبه شامبو تاني. كمان حلو قوي الشعر اللي هو مفيش هيشان وترطيب والحاجات دي. انا مش عارفه هل دول صح ولا لا، بس انا جبته ان انا اجربه لان اول مره استخدم شامبو تبع ايفا. بعدين جبت كمان شامبو اللي هو كلير. يا جماعة أنا جربت كل أنواع الشامبوهات اللي هي الطبية بتاعة القشرة. طيب أنا ليه جبت كلير؟ ناس كتير هتقولي كلير تبع المقاطعة، بس عايزة أقول لكم إن هو أحسن شامبو للقشرة استخدمته لغاية دلوقتي. أنا عارفة إن هو رجالي، بتاع السيدات أو بتاع الومن عامة مش حلو أبدا أبدا أبدا، محبتهوش. لكن الكلير الرجالي الصراحة فعلا فعلا حلو قوي 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 قوي. فانا جبت 2 نوعين شامبو عشان خاطر بغسل فم من ده وبغسل بالتاني فم، فالاتنين بيدوا ميكس كده مع بعض. يعني الاول اهم حاجه بغسل بالكلير الاول عشان اخلي فروه شعري تنضف من القشره وكده، لان انا عامه في الشتاء بتجيني قشره عشان خاطر بلبس طرحه وبلبس مثلا شورب وبلبس مثلا كاب او اللي هي البندانه. بلبس حاجات كتير قوي في الشتاء عشان خاطر الجو ساقعه، فاهمين؟ فمن هنا بتبدا القشره ان هي تيجي. فعشان كده احسن شامبو انا بالنسبه لي للقشره اللي هو كلير. وطبعا في الاول والاخر دي حريه شخصيه، يعني محدش يقول لي دي مقاطعه ويدخل يقول لي المقاطعه مخصوص، انا عارفه ان هي مقاطعه. اخر حاجه جبته اللي هو غسول ارجنتو. ارجنتو طبعا انا اول مره استخدمه، وهو ده الشكل الجديد بتاعهم. آه ما استخدمتوش الصراحه قبل كده. اهو الشامبو بتاعهم، بصوا اهو 200 ملي، كنت جايباه ب195. هجربه برضو اقول لكم، بس اخلص الاول الغسول اللي انا بستخدمه اللي هو بتاع السيمازون، هخلصه واقول لكم رايي فيه بكل صراحه. لان انا بستخدم غسولين دلوقتي، واحد في الصبح وواحد بالليل، فاخلص اي واحد منهم وهبدا بده ان شاء الله واقول لكم كمان رايي فيه. لان انا حاليا بستخدم غسول فيه النياسيناميد، وكمان تاني غسول بستخدمه للبشرة الدهنية. فده كان ب195 الغسول، والشامبو الكلير مش فاكرة كان بكام، بس انا فاكرة الشامبو الالوفيرا كان ب70 جنيه. لا فاكرة الكلير ولا فاكرة السنسوداين كانوا بكام الصراحة. فحاجات حلوة وكنت محتاجاها ان انا اشتريها. فبس كده طولت عليكم معلش، بس كده استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.